نبداو من العاصمه عند الكورفاتشي بقياده بلاكارمي واطر عسكري. هاد الاخرين غيلوحوا بين المشترك مع الشارك مور ما تم اعتنقوا الجماهير اولمبيك اس في مدينه القنيطره في الماتش اللي جمعوا مع الجيش الملكي، وقالوا انه هذه قضيه كاع الجماهير حيت هاد البلان فيه مس بكرامه المجموعات ككل. ونفس اليوم عرف تنقل المجموعه لمدينه برشيد لمساندة الفريق. الماتش عرف انيماسيون بكراكاج مع لوغو المجموعه في الوسط ديال عيني رقم 14 كرمز البطوله 14، وفي جانب اوطر عسكري غيهزو بلا كارمي ميساج سيمبري انسيما مع كراكاج بالعجاج والفلامو ستروبو. اما الماتش اللي جمع الجيش الملكي اولمبيك اسفي غيعرف شي كورغرافي من بلا كارمي اللي كيحمل كلمات بريت اللي كتعني القدره على التحمل في مواجهه التحديات وتحقيق الاهداف. موراها غيجي ميساج اللي كيعني ان الجروب كيعشق المستحيل متبوع بكراكاج اللي ضوا جهه المجموعه. اما اوطر عسكري غيرفعوا فوال كوصف السلوك ما فيهش رحمه والشفقه مع ميساج ترونسبارو وكراكاج بالفلام. وفي امسيه رمضانيه بلا كارمي غيديروا فطور جماعي اللي غيعرف انيماسيون في الاخير اللي جات بكلمات ايموجا، وهذه كلمه افريقيه الاصل اللي كتعني روح العائله. الكورفاتشي غيتضامنوا مع الفاناتيك ريد تابعه النادي بلوزداد الجزائري مور الاعتقالات اللي طالت الاعضاء ديالهم. وما نساوش بلا كارمي اللي غيخرجوا بجوج ميساجات على قضيه 15 مليون اللي تعطات الحكام في الماتش ديال الرجاء والمحمديه الموسم الماضي. والجروب كيطالب بمعاقبه جميع الاطراف المسؤوله، خصوصا ان الحكام المعنيين بالامر توقفوا مدى الحياه. نمشيو للشمال عند الفوندو نورتي في الماتش ديال كاس العرش اللي جمع المغرب تطواني وستاد ماروكان. الفوندو نورتي غيرفعوا تيفو كورغرافي بعنوان لوتشا غانا اللي كتعني شغف وعزيمه. هاد التيفو اللي تهز في وسط الملعب، بينما في الكورفا كتدخلها بضرب بواش بالوان الفريق مع ميساج الزوبه بلغها السيل على الكاس تحديق العين مع صوره ديال كاس العرش. وبالفعل الفريق قدر يحقق التاهل. اما في ديربي الشمال اللي تلعب ويكلو الفوندو نورتي غيلوحوا بيان استنكاري كيعبروا فيه على السخط ديالهم مور ما تمنعوا من الحضور، خصوصا ان الماتش تلعب في تطوان. هادشي اللي غيخليهم يقرروا مقاطعه المباريات داخل وخارج الميدان لاجل غير مسمى. الهيركوليس غيتنقلوا لمدينه المحمديه باش يسبورتيو اتحاد طنجة ضد الوداد في الجوله 21 من البطوله الوطنيه. وككل سنه الجروب غيدير حمله القفاره مدنيه وغيوزعوها على المحتاجين. وفي ديربي الشمال الهيركوليس غيجاوبوا الفوندو نورتي على البيان اللي لاحوه وغيقولوا انه جروباش كانوا في الماتش ديال الالي كيطالبوا من السلطات يمنعوا الجماهير الطنجاويه من التنقل، ما عندهمش الحق يهضروا دابا رغم تمنعوا من الحضور في الرجوع. وفي الاخير رحبوا الهيركوليس بالفوندو نورتي في ملعب طنجة الموسم المقبل، واكدوا لهم انهم غيتحملوا العواقب ديال هذا الشيء حيت ما غيكون حتى شي انفلات داخل وخارج الملعب، حيت الهدف ديالهم هو يهزوا النيفو ديربي الشمال اللي كيطيح بغياب الجماهير. نمشيو للفاس عند الفاطال في الماتش اللي جمع الماس واتحاد طنجة في كاس العرش. معاناه الجماهير المصاويه مع رئيس الفريق مازال ما سالاش، هادشي اللي غيخلي الفاطال يهزو ثلاثه الميساجات. الاول على التسيير العشوائي للفريق والثمن المرتفع ديال التيكي، والميساج الثاني على رئيس النادي اللي هو السبب الاول في حاله الفريق. اما الميساج الثالث انقذوا غاز انها تباد الموجه بشكل مباشر للحكام العرب اللي كاينين في ساباش. الفاطال غيتنقلوا لكازا لحضور المباراه الثانيه من نفس المنافسه ضد الفتح البيضاوي مع ميساج الخامسه عينينا فيها كونوا رجال وتقاتلوا عليها كتحفيز اللاعبين باش يحققوا الفوز. وبالفعل داكشي اللي كان، وهذا الحضور الاخير للمجموعه في الماتش اللي جمع الماس ويوسفيات برشيد. ندوزو للشرق عند البريغاد وجده اللي غيحتفلوا بمناسبه اكمال النادي 170 سنه من الوجود. موراها غيحضروا في الماتش ديال كاس العرش مع ميساجات تحفيزيه ايفوكي لي زون دو غولوار ريلونس ليسبوار، وهذا تذكير اللاعبين بالماضي ديال الفريق في هذه المسابقه وتشجيع عليهم باش يحققوا الكاس واخا النادي غارق في المشاكل بسبب المكتب المسير اللي وصفهم الجروب بالبياضق، وهذا الشيء اللي كتشير ليه الرساله الثانيه. والبريغاد غيختموها بكراكاج مرفوق بسلوغان الظرفيه براين ستورمينغ. وفي الماتش ديال المولوديه وراسينغ البيضاوي في نفس المنافسه غيحضروا البريغاد بميساج تحفيزي للاعبين كاس الامجاد فخر الاجداد وابتغاء الاحفاد. هذا الميساج جي تهز في دقيقه 56 تزامنا مع اول كاس العرش بحثوا المولوديه سنه 1956. وفي الاخير ميساج سوبر نوفا اللي كان مرفوق بكراكاج باش يكمل المعنى ديالو. البريغاد ايضا غيلوحوا بيان استنكاري رغم ما تم المنع ديالهم من الحضور لمدينه اكادير، وكيتسائلوا واش السلطات غيتعاملوا مع جمهور المونديال بنفس الطريقه. نبقاو في شرق المملكه عند الاورانج بويز اللي غيحتفلوا بمناسبه اطفاء الشمعة 17 من عمر المجموعه. وبمناسبه كاس الكونفدراليه غيحضروا الاورانج بويز بكثافه بعنوان وينينغ سبيريت. نخرجوا من الشرق ونمشيو لكازا عند الوينرز غيوزعوا قفاش رمضان على الاسر المعوزه، وغيديروا ايضا مسابقه تجويد القران في النسخه الخامسه ديالو. اعتدنا لهم
عذابا أليما. وبمناسبة كأس العرش غتحضر مجموعة تشجيع الوداد ضد اتحاد طنجة مع كراكاج ورايات فلسطين تضامنا مع القضية. نمشيو للماتش الكلاسيكو ضد الجيش الملكي. الوينرز غيهزو رسائل مباشرة لكورفاتشي. الميساج الاول والثاني كان على الفريق وإشارة أنه كيتمول من مال الشعب في غياب تكافؤ الفرص، والميساج الثالث والرابع كان على صراع مجموعة الكورفاتشي بيناتهم وكان أيضا دقا على الكورفاسود. الوينرز غيهضروا أيضا على قضية 15 مليون وهزو ميساج بمعنى أن القضية كتمس سمعة الكرة الوطنية. فيما أطر عسكري غيجاوبوا الوينرز امام المجلس الاعلى للحسابات. الجزء الاول في الميساج كان تذكير بقضيه سعيد الناصري رئيس الوداد السابق واموال المخدرات، والجزء الثاني اللي قالوا فيه أطر عسكري انه نادي الوداد نادي مرجعي في خيانه الوطن والتطبيع مع الاستعمار. وقبل ما نسدو صفحات الكلاسيكو غنشوفوا الاحداث اللي وقعوا داخل الملعب اللي الاغلبيه كتقول انه خلايا الوينرز كان صراع بيناتهم. هادشي اللي خلى الامن يتدخل وناض بيناتهم الصداع اللي غيسبب اصابات خفيفه في صفوف الجماهير الوداديه. نمشيو عند الكورفاسود اللي رفعوا ميساج مشترك مع الشرق قبل الماتش اللي جمعوا اولمبيك اسفي والرجاء. هذا الميساج جا بسبب منع جمهور اولمبيك اسفي من التنقل لمدينه برشيد. وهنا الشرق والكورفاسود كذكروا السلطات ان المنبر اوطرا ما كتهمو حتى شي حاجه من غير الشغف ديالو اللي كيمنعوه منه حاليا، وهادو غير اساليب في جانب قانون 507 باش يبعدوا الشباب من لاباسيون ديالو. اما في الملعب غيحضروا الكورفاسود كالعاده باش ليبرتي بور لي زولترا بسبب الظرفيه اللي كيعيشها الموفمون. اما الماتش ضد الشباب المحمديه غيقاطعوه الكورفاسود باش يتجنبوا يطيحوا في شي غلط، خصوصا ان مكتب شباب المحمديه طبع تيكي اكثر من الطاقه الاستيعابيه للملعب اللي تباعوا كاملين، ولا قدر الله غتكون كارثه حيت كلشي غيبغي يدخل، وهذه خطوه عقلانيه من الكورفاسود. نمشيو عند ايمازيغن الجروب اللي كيدوز من مرحله صعيبه بزاف مور الاحداث اللي وقعت في طريقهم لمدينه مراكش. وباش نفهموا شنو واقع بالضبط غنرجعوا لنهار الماتش ديال الحسنيه والكوكب اللي تلعب في مراكش. قبل الماتش تصدر منع التنقل في حق الجماهير السوسيه، هادشي اللي ما تقبلوش الجروب، خصوصا ان كاس العرش فيه غير ماتش واحد. ايمازيغن غيرفعوا التحدي وغيتنقلوا لمدينه مراكش، وكنا عارفين الحساسيه اللي كاينه بينهم وبين الكريزي بويز. في الدخله ديال المدينه غيهبطوا الاعضاء ديال ايمازيغن ويخرجوا الباش في تحدي السلطات، هادشي اللي غيؤدي مناوشات معاهم موراها اعتقالات في صفوف اعضاء ديال الجروب اللي وصل ل 40 منبر موجهين ليهم تهم ثقيله بزاف، منها حمل الاسلحه البيضاء والتجمهر المسلح. هادشي اللي كان صعيب بزاف على الجروب واتخذوا قرار مقاطعه المدرجات مؤقتا، ومن هنا كنتمناو تطلق سراح المظلومين في اقرب وقت. ندوزو الاسفي عند الشرق. الجروب بغا يدير دخله فوال كتحمل كلمات ريزن مع ميساج رايت اس فيجن ماي ميشن مع ثروات ديال القرصان كيشوف المنظار ديالو. نخرجوا من القسم الاول ونمشيو نشوفوا ابرز الاحداث اللي وقعت في القسم الوطني الثاني وفي اقسام الهوات. لوس ريفينوس غيشدو ريحه لمدينه وزان لمساندة النادي، وفي نفس اليوم كان فرع كرة السلة عنده ماتش مهم، هادشي اللي غيخلي المجموعة ما تضيعش الفرصة وتحضر ليهم بجوج. موراها غيرجع الجروب الميدان ديالو لمواصلة تشجيع النادي. الريدمان مكناس غيحتفلوا بمناسبة 16 سنة على تأسيس المجموعة مع إحياء ذكرى أول باشاج في ملعب مدينة الجديدة. من بعد غيحضر الجروب لتشجيع الكوديم ضد جمعية سلا. هاد الماتش اللي كملوا فيه ريدمان الاحتفال بجوج كراكاجات، الاول بالستروبو والثاني بالفلام، وبجوجهم كانوا شادين نصف التيران. وما ننساوش الميساج اللي كان مع الكراكاجات بجوج اللي كيعني انه هاد الشيء قريب يتحبس، ولكن شعلات الانتصار عمرها ما غتسالي، غتبقى ابديه. الجروب غيز ايضا ميساج موجه للاعبين وميساج اخر موجه للمكتب المسير واعيان المدينه باش يركزوا على صعود الفريق. من مكناس غندوزو للخميسات عند كافاليرز فاميلي اللي غيهزو تيفو في الماتش ضد اتحاد تماره. تيفو كان كوريغرافي بالوان الفريق، في الوسط ديالو فارس اللي كيحمل عباره يونانيه اللي كتعني الصدق والامانه، بمعنى ان الفريق امانه عند المجموعه. موراها غيجي كراكاج اللي كيشد الكورفه كامله. وما نساوش القمع التعسف اللي هضر عليه الجروب في البيان تجاه اعضاء المجموعه بدون اي سبب. موراها الجروب بغا يشد الطريق لمدينه القنيطره تشجيع الفريق ضد الكراك، التنقل اللي كان كبير وعرف كراكاج من المجموعه. وهذا ايضا كراكاج المجموعه في الماتش اللي جمع الاتحاد الزموري الخميسات مع الوداد الصغيريني. كافاليرز غيحضروا ايضا القاعه المغطاه لتشجيع فرع كره الطائره. الحضور ديال الجروب تجلى في كوريغرافي باسم الفريق وختموها بكراكاج. من الخميسات غنمشيو لسلا عند بيرات اللي حضروا مساندات الفريق ضد راسينغ البيضاوي، وهذا ايضا حضور مجموعه لمساندات فرع كره السله. نبقاو في سلا عند ريد بيرات غيخرجوا برودوي جديد جاب اللون الاسود وعباره رجال سلا.
واول حضور للجروب بهذا المنتوج غيكون في القاعه المغطاه في الماتش اللي جمع الجمعيه السلويه ومجد طنجه في كره السله. هذا الحضور اللي عرف تضامن المجموعه مع كورفاس واكادير على خلفيه الاحداث اللي ذكرناهم من قبل. وقبل ما نخرجوا من سلا نشوفوا حضور الفاناتيك في الماتش ديال الباسكت ورفقه البيرات وريد بيرات. فاناتيك غيلونسيو التراك الثالث من البوم سفيداليا مانشي. حنا وراك يا غالي حنا وراك توجور في ديك. نمشيو للقنيطرة عند حلالة اللي لاحو التراك السابع من البوم غرام وظلام. وايضا الحضور الكبير ديال الجروب لمساندة الفريق داخل الميدان ضد اتحاد الزموري الخميسات مع جوج كراكاجات اللي صعيب توصفهم. هذا الماتش اللي غيعرف خطوه زوينه من حلاله باستعمال الرسائل وسط الملعب لتوعيه الاعضاء ديالهم، وهذا الشيء اللي نجحوا فيه حلاله حيت الماتش عرف تنظيم كبير. موراها غيتنقل الجروب لمدينه وجده لمساندة النادي في كاس العرش. جرين غوست غيكونوا في الموعد لمساندة النادي داخل الميدان. الجروب غيدخل بثروات ديال شخصيه تاريخيه المحارب الساموراي جين ساكاي مع ميساج اللي كيعني ان النجاح ما غتكونش عنده قيمه الا بالصعوبات اللي كيكونوا في الطريق ديالو، وايضا الكراكاج اللي كان مع الدخله اللي ضوا جهه الكورفه. وفي مناسبه كاس العرش غيحضر الجروب المعقل ديالو مع ثلاثه الميساجات. الاول كان تشجيع اللاعبين باش يحققوا الكاس الثالث، والميساج الثاني كان تضامن مع القضيه الفلسطينيه. اما الميساج الثالث اللي كان موجه للعصبه اللي كيديروا عين ميكا على فساد بعض الانديه، اما ملي كيتعلق الامر بالجمهور كيعطيو عقوبات اللي ويكلوا على فلامي اللي شعلات وسط الماتش. الجرين غوست بدورهم غيتضامنوا مع المعتقلين من الاوتراسي مازيغن. نمشيو لمراكش عند الكريزي بويز اللي غيحضروا تشجيع الكوكب ضمن منافسه كاس العرش. الجروب غيهز ميساج مراكش في الالقاب طامعه، هدفنا الصعود للكاس السابع اللي كان واضح. موراها غيجي كراكاج بالعجاج الفيميجين. ومور التأهل للدور الموالي غيواجه الفريق حسنية أكادير في نفس الملعب. هادشي اللي غيخلي الحضور يكون كبير من المجموعة مع رفع كلاش الأوتراس إيمازيغن. هاد الكلاش اللي كان تجسيد الأعضاء إيمازيغن هما كيغطيو عبارة الموت اللي كاينة في السلوغان ديال الجروب. وفي إحدى المباريات غيحتم الأمن على إيمازيغن يحيدوا هاد الكلمة من الباش ديالهم باش يسمحوا لهم يباشيو. هادشي اللي غيخلي أعضاء المجموعة يغطيو هاد العبارة بسكوتش باش يقدروا يدخلوا الباش للتيران. وهادشي اللي جسدوه الكريزي بويز وقالوا أنه هادي غتبقى وصمة عارف تاريخ إيمازيغن. كريزي بويز غيلوحوا ايضا جوج تراكاش من البوم المحافظون. متبوع اي ولدك ينتمي ليه اسدونا عليك يا زينة المدود. ولدات يا لي صارات ويا العيون عليها ما غفلات. نمشيو لتشيزنيت عند الريزينغ بداية بتنقل المدينة لقلعة الصراغنة بمواجهة النادي المحلي للمدينة. هذا الماتش اللي تلعب مع 3 العشية في شهر رمضان، ولكن الريزينغ بسموع تنقل محترم. موراها غيعرف الجروب تنقل لمدينة أكادير في جوج مناسبات ضمن كأس العرش. الماتش الأول ضد أدرار سوس، والماتش الثاني ضد أولمبيك تشيرا. هذا الاخير عرف ميساج من الجروب باللغه الامازيغيه اللي كيعني ان الوادي لا فاض، فراه ما غيخلي حتى شي دار من ديور المسؤولين الفاسدين ديال المدينه، وكنظن انه هذا الميساج واضح. وختاما نمشيو للجديده عند كابسولا اللي غيحضروا في امسيه رمضانيه داخل الميدان لتشجيع الدفاع الحسني الجديدي. الجروب غيرفع تيفو كوريغرافي بالوان الفريق مع ثروات دي جوج شخصيات من الفيلم فايت كلوب، وهذا في الاصل شخص واحد. الاول كيكون في الحياه اليوميه، اما الشخصيه الثانيه كتكون في لحظات الاختبار والتحديات. وهذا الانفصام كيشرحوا به نفسيه عضو الالتراس اللي مفروض عليه يفرق بين شخصيته في الحياه اليوميه وشخصيته كمومبا. وغيختموا الكابسولا بميساج الاجهزه التنظيميه وكراكاج بالفيميجان. موراها غيكون حضور مجموعة داخل القاعة المغطاة مساندة فرع كرة السلة. الكابسولا غيرفعو تيفو بعنوان غزة مع ميساج رفض مقاومة انتفاضة حتى الحرية. الجروب غيلونسي ايضا تراك رابع من البوم بوكسي جرين بعنوان نوستالجي. يا مالي يا قلبي لك شبه المقياس واللي فيها مخبي غرام وذكريات. نمشيو دابا لتنقل الدوس كالاس والكابسولا لمدينة الخنيفرة اللي عرف احداث داروا البوز وسط الموفمون المغربي. وقبل ما نهضر نخليكم مع واحد الاخ اللي يشرح لي شنو وقع بالتفصيل حيت كان وسط الملعب. ضربة الملعب، شوف وسط الملعب ضربة الملعب. انا كانوا شي دراري ديال جديده كانوا جالسين في القهوه
كلشي عادي كلشي طونكيل، مازال ما طرا والو هادشي في الشوط الاول. المهم تيقول لك اخي رجعوا لهم البوليس، راه اكس 24 راه رجعوا لهم لا بوليس لا حتى حاجه، رجعوا لهم واحد من الجمهور دخل وسط الملعب ومشى تيجري عند هذاك اللي عريان، نقز عليه حيد ليه الباش. ناضوا الاخرين اكس 24 وما يدوا تا هما الباش دوس كلاس. ناضوا البوليس مشاو عند واحد من الاكس 24 قال لهم هذا الباش. المهم رجعوه البوليس. المهم هادشي اللي قلت لك اخي هو اللي كاين. ومور تحليل الفيديوهات اللي تنتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي غيبان واحد من رجال الامن هز السوق في يديه. لي جماهير الخنيفريه قالوا انه هو الباش ديال دوس كالاس، ولكن في الفيديو كيبان انه ما يمكنش يكون باش بحكم الحجم ديالو، حيت ممكن يكون طوندارا اللي خرجوا التصاور ديالها مقلوبه مور الماتش. وطرا الزيان بويز غيخرجوا ببيان مور الماتش غيقولوا فيه انهم داو الباش ديال دوس كالاس ولكن رجعوه البوليس، وانه هاد الشغب بسبب جماهير الضيف اللي ما احترموش المدينه وبداو في البروفوكاسيون. فيما دوس كالاس غيخرجوا ببيان كيتهموا فيه السلطات وجماهير خنيفره انهم هما السبب. بين تبادل الاتهامات حتى واحد ما غيقدر يعرف شنو وقع بالضبط، وحتى اللي كان حاضر ما غيقدرش يعرف التفاصيل ولا ممكن تغلب عليه العاطفه. ساليو الفيديو هنا، الا عجبكم ما تنساوش لايك وخليو معكم ابوني في لاشين ودوزو عندنا باج فيسبوك ولا انستا. تلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو.